نزلت النهارده اسال الناس عن راي الولاد في البنات اللي بيعيشوا لوحدهم، ولو انت ولد تتجوز واحده تعيش لوحدها ولا لا، ولو هي مأجره شقه مع ولد تاني هيبقى فيها مشكله بالنسبه لك. وفي الحقيقه وانا بصور قابلت شاب هو حاله مختلفه، وجهه نظره مختلفه عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وبيتكلم بطريقه مختلفه، ودماغه اصلا عامل دماغ مختلفه تماما. فاحنا دلوقتي هنشوف الولد ده، وهنشوف الحاله اللي هو بيتكلم بيها، وهنشوف وجهه النظر بتاعته عامله ازاي. تعالوا نشوف. ايه رايك في البنات اللي بتعيش لوحدها بتاخد قرار انها تستقل بحياتها؟ رأيي ازاي بالظبط؟ يعني رأيي ايه الإجابة؟ هي ايه رأيي ازاي؟ فين السؤال؟ فين السؤال؟ انا احط ايدي على السؤال تلاقيني فريره. انت تشوف البنت اللي عايشه لوحدها ازاي؟ دي على حسب دي عادي. عادي، كويسة، على حسب كل شخصية. على حسب، يعني في شخصية ممكن تكون قوية فشخ، فاهمة، وعايشة لوحدها ومستقلة بنفسها وكل حاجة وعلى وضعها فشخ. يعني مثلا لو هنقول واحدة باباها ومامتها ماتوا، خلاص بقت عايشة لوحدها، بقت شخصيتها قوية فشخ. انت متعرفيش ايه اللي حصل في حياتها بقى، فبقت قوية فشخ عايشة لوحدها على وضعها، ما بتعملش أي حاجة غلط. ممكن الناس اللي تكون عايشة مع أهلها بتعمل حاجات غلط وحاجات زي الزفت، فاهمة؟ على حسب شخصيه البنت. ده مظبوط. طيب انت تتجوز واحده كده طبعا، لو قوية كده طبعا. وبعدين نتكلم في حاجة تانية ممكن بس خلاص كنت هتقول حاجه تانية؟ لا بس خلاص. تبقى مرتاح وهي شخصيتها قويه، على الاقل تبقى عارف تعتمد عليها في اي حاجه. انا لسه اكيد مش هي تعتمد عليا في كل حاجة. احنا لسه شارح لك النظرية، فهي كويسة فشخ. ممكن اللي تكون قاعدة مع أهلها أنا مش هينفع أتجوزها عشان حاجات كتير فشخ. طب لو هي مأجرة الشقة اللي هي قاعدة معاها دي مع ولد صاحبها؟ حسب هي ليه مأجرة الشقة معاها، ليه مأجرة؟ أكيد هي عايزة تقعد لوحدها، أكيد عايزة تقعد لوحدها. وبعدين الولد ده عامل إزاي؟ الولد ده محترم ولا مش محترم؟ على حسب دي أكيد. ما هي لو هي محترمة خلاص. لو هي محترمة خلاص. وبعدين أصلا لو فلات ميتس هنا كل واحد ليه جزء من الشقة، محدش بيدخل الجزء التاني، مستحيل مستحيل. بس على حسب الولد كويس ولا لأ.